حطم أبنائك بالعند معهم. أرجوكي انقذيني، أنا حاسة إن بيتنا بينهار. ابني الوحيد عنده 14 سنة، دماغه ناشفة وعندي لأقصى حد، وانا مش بقبل ده. اقول له يمين يقول لي شمال، اقول له غلط يقول لي صح، عايز يفرض رأيه ويفرض عضلاته عليا في النقاشات، وانا طبعا مش موافقة ومش بهدى غير لما اكسر شوكته واخليه يسمع كلامي حتى لو بالغصب. بابا متوفي من 3 سنين، ومن ساعتها والعند زاد عنده جدا، وهكلمك بصراحة عنده ده خلاني ابقى عنادية معاه في احيانا كتير غصب عني. ما هو ما ينفعش اتهاون معاه فبعند معاه في حاجات كان ممكن ابقى مرنة فيها وامشي رأيي، بس لا، طالما هيعند هعند. مرة كنا واقفين في الشارع وقال لي انه عايز يطلع رحلة قبل امتحاناته باسبوع، فانا طبعا قلت لا. راح معلي صوته وقال لي لا، انا مذاكر كويس وعايز اطلع الرحلة، فانا كمان عليت صوتي وقلت لا يعني لا. راح معلي صوته اكتر بضحكه فيها سخريه كده وقال لي هروحها وشوفي هتمنعيني ازاي. فانا اتنرفزت وقلت له مش هتروح يعني مش هتروح، وانت بقى وريني هتروح ازاي وانا مش موافقه. بصلي بصة تحدي غريبة أول مرة أشوفها في عينيه وسكت، ومن ساعتها كل ما أكلمه يتعصب عليا ويزعق جامد، ولما بيزعق أنا كمان بزعق له عشان ما يخرجش من تحت سيطرتي ولا من تحت طوعي. إزاي أخليه يبطل العند ده؟ وهل العند ده بس مرحلة سنية وهتخلص، ولا هيفضل شخصية عنيدة طول حياته؟ ليه بعض الأهالي بتعند مع أولادها؟ لسببين. أول سبب سمات شخصية. بعض الأهالي وهم كبار كده لسه ما تخلصوش من فكرة العند، ما بيحبوش حد يمشي كلامه عليهم، لأن أساس العند رفض كلام اللي قدامي حتى لو صح. فالأهالي دي مش بيستوعبوا إن ولادهم كبروا وما بقوش أطفال وبقى عندهم رأيهم وتفضيلاتهم الشخصية اللي ممكن جدا تبقى مخالفة لآرائهم، وده حق ولادنا الطبيعي في التعبير عن رأيهم. فالأهالي دي في الأغلب مش بيوافقوا إن ولادهم يمشوا رأيهم عليهم، فلما الولاد بيعندوا معاهم هم كمان بيعندوا اكتر واكتر، من باب انت مين انت عشان تكسر كلامي؟ انا كلامي هيتسمع حتى لو غصب عنك. وتاني حاجة عدم المعرفة. بعض الأهالي ما بذلوش مجهود عشان يتعلموا إزاي يتعاملوا مع عند ولادهم المراهقين، وإزاي أحجم العند ده وأوجهه إنه يبقى صفة حميدة. فلما ولادهم بيعندوا معاهم ما بيبقوش عارفين يعملوا إيه أصلا، فبيتصرفوا بعقلية هتعند هعند، لو أنت عيل فأنا عيل منك. طب ايه النتيجة؟ ايه هي التبعات السلبية لما بنعند مع اولادنا المراهقين؟ حاجتين اسوأ من بعض. اول حاجة هدم العلاقة. خلينا متفقين ان جزء من عند ولادنا وبناتنا المراهقين مرحلة سنية، تطور طبيعي في شخصياتهم. من تعريفات المراهقة يا جماعة انها سن العند، لان ده السن اللي بيتكون فيه جزء كبير من تكوين الولاد الشخصي والاجتماعي والنفسي. فلما انا كأم ما يبقاش عندي الوعي والادراك ده وقابل عند ولادي بعند معاهم، بزود فيهم الصفة دي جدا، فبهدم علاقتهم بيا وببعدهم عني بإيدي. لأن بصراحة مين هيبقى عايز يتعامل مع حد بيعند معاه على طول؟ فلو انتي بتعندي مع ولادك ما ترجعيش تستغربي انهم ليه قاعدين طول الوقت على موبايلاتهم ولا ما بيحبوش يجوا يحكوا لي حاجة. ما هم هيعملوا كده ليه لما كل نقاش بيقلب بخناقة؟ وتاني حاجة صراع القوة، الباور ستراجل. لما بفضل انا وابني مثلا نعند في بعض، غالبا النقاش بينتهي بخناقة، ولازم يكون في حد كسبان وحد خسران، ودي منطقة خطر جدا اني ادخل فيها انا وولادي اصلا. ليه بقى؟ لاني انا كأم يا اما هفرض على ابني انه يسمع كلامي على طول عشان اخرج منتصرة، وساعتها هبوظ علاقتي بيه، ولو ده اتكرر في احتمالية ان ابني يدور على ابواب خلفية ينفذ من خلالها اللي هو عايزه من ورايا، يا اما هو هيمشي كلامه عليا وانا هفقد هيبتي كأم، وهفقد اليد العليا والسلطة اللي بتخليه احيانا ينفذ كلامي حتى لو مش على مزاجه. والطريقين دول خسارة فادحة لأي ام في رحلة تربيتها لولادها. طب اعمل ايه عشان ابطل عند واعرف اتعامل كويس مع عند ولادي المراهقين؟ هقول لحضرتك 3 حاجات. اول حاجة ما تشخصنش العند، don't take it personal. ولادنا في الاغلب لما بيعندوا معانا بيكونوا رافضين فكرة السيطرة او التحكم، مش رافضيننا احنا شخصيا في الاغلب يعني.
ده غير ان من طبيعة مرحلة المراهقة والتطورات الفسيولوجية والنفسية اللي بيمروا بيها بينتج عنه بعض التقلبات المزاجية والتصرفات الاندفاعية، انهم يتصرفوا بمشاعرهم قبل ما يفكروا كويس في خطواتهم الجاية. فبلاش نشخصن الموضوع ونحس ان عندهم ده اهانة شخصية لينا. ليه بقول الكلام ده؟ لان العقلية اللي هنستوعب بيها العند ونديره هتفرق جدا في علاقتنا بولادنا. وتاني حاجة، إياكم وزحليقة العند، يعني اوعوا تقابلوا العند بعند. لما بدخل مع ولادي في نقاش وهم بيعندوا وانا بعند، بنفضل نتزحلق في زحلقة العند دي اللي هي بير ملوش قرار. فلو سمحتي ما تقابليش العند بعند. ممكن مرة تهزري، ممكن مرة تقولي له طب يا حبيبي حاضر هفكر وهرد عليك، طب خلينا نتكلم وقت تاني. المهم ان انتي تستوعبيه وتحتويه، مش تصطدمي معاه. خلي الكلام هات وخد، نقاش حقيقي، مش اقابل العند بصدام من الناحية التانية. واخر حاجة، لو سمحتي اديلهم مساحة لتنفيذ ارائهم. مفيش اي مانع يا جماعة، ولا بيهني ولا يقلل مني كأم اني اسمع كلام ولادي وانفذه قدر المستطاع. طبعا مش في حاجة تضر مستقبلهم ولا حاجة فيها مشكلة أخلاقية مثلا، أنا بتكلم عن حاجات كتير عادية ما فيهاش صح وغلط. ما فيش مشكلة أني أسمع رأيهم وانفذه كمان. لازم أدي ولادي مساحة للنقاش وأني أسمع رأيهم وأفكر فيه ونفذه، عشان أدربهم على فكرة إن عادي نسمع كلام أي حد، حتى لو أصغر حد فينا، طالما رأيه كويس. يعني مش لازم رأي الكبار يتسمع ويتنفذ على طول وخلاص. وربنا يعلمنا كل حاجة فيها خير لولادنا يا رب. سلام عليكم.